أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب ما جاء في إفراد الإقامة. هذا متكن باب ما الذي كي أيوبابه جاء هو ما كيمت في إفراد الإقامة، في إفراد غالب الإقامة. إقامة غالب كذا إن لك ليرى وهل مر لو دواقه، لأن غالب حلولي هي أرجع الله أكبر الله أكبر لو قرأ لو دواقه قد قامت الصلاة لو قرأ لو دواقه ودنا عاسو حكتها هاي شفعي، لكن الفاظ رياضة انت اسكسو هري هل مرة لو دواقي احاديث مركا نبينا كسغناتي صلى الله عليه وسلم واقامه نبينا امري ان هل مرة لو دواقو اي شيخ نوس ارورين. قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة الحجة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي مرهدي الليلة ولبس السنة كلباتنا ودعوه، وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي الثقة، ويزيد بن زريع البصري ثقة ثبت عن خالد، وخالد الحذاء البصري الثقة عن أبي قلابة، وعبد الله بن زيد البصري الثقة الذي فر عن القضاء، وشيخ قال لماذا وقع ريد الكيسي ونقوري كان مصر. عن أنس بن مالك قال أنس حير: أمر بلال وحى الأمر أن يشفع inuu shafciyeeyo tiro isla eg uu ka dhigo al-adana adaanka inuu shafciyeeyo wayutira midna uu ka dhigo hal mar uu ku dhawaaqo al-iqaamata iqaamadana ay gaalib al-iqaamada iqaamada gaalibkeeda hal mar in lagu dhawaaqo oo laba goor aan laga dhiginin oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu amray. marka aadaankuna waxa weeye waa shafci yani ujeedada laga leeyahay laba goor ayaa lagu dhawaaqi, kuwa kalena sidaas oo kale takbiirtana 4 goor ayaa lagu dhawaaqay. marka dhinac walbaba isagu wuxuu ka yahay shafci ayuu ka noqon dhinac walbaba, laakiin iqaamadana hal mar ayaa lagu dhawaaqay. waa gaaliban ayaa lagala jeedaa. wuxuu yiri shaarixu: wayutira al-iqaamata ay ya'tiya bi alfaadha marratan. marka watarka saasa lagala jeedaa alfaada aqimka hal mara lagu dhawaaqo. زاد وحو زيادة في رواية الصحيحين إلا لفظ الإقامة إلا لفظ الإقامة. هذا لفظ الإقامة لو قرأ سجل العلينة. قال الحافظ في الدراية وحكير: وفي بعض طرقه حديث كالطرق دي سقار كذو حكوس أروري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وقال في بلوغ المرام الشيخ وحكير وللنسائي حديث نسائي وحكوس أروري أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا oo waxa amarka bixiyay waa nabigeena sallallahu alayhi wasallam. wuxuu riwaayaadka shaarixu uu soo aroorinayo waxa weeye riwaayada tirmidiga hadda noo qoran waxa ku sugan umira waa la amray bilaalun man al-aamiru marka yaa amray. riwaayaadka sharxu uu ku soo aroorinayo wuxuu la jeedaa aamirku inuu yahay nabiga amarka bixiyay waa sallallahu alayhi wasallam. maca riwaayaadkana ku fasiray wa fi ba'd duruqihi anna an-nabiyya amara bilaalan an yashfa'a al-adhan. marka riwaayaadkaas waxay cadeynayaan qofka amarka bixiyay إنه يهي النبي صلى الله عليه وسلم ويوتر الإقامة. قال في بلوغ المرام للنسائي: أمر النبي ساسا كسار النسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. انتهى. فرواية النسائي نص صريح في أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. رواية كسوحي عدينا ينقفك أمر كاس بحيي إنه النبي يهي صلى الله عليه وسلم. ورواياته يفسر بعضها بعضا. رواية كقارن قار يقع يفسرها يوم. وبهذا هذا الكلام سوشينا ظهر وحا ظاهري بطلان قول العيني حافظ العيني هذا الكيسي إنه مركز بري في شرح الكنز وكيري: لا حجة لهم شافعية أكثر العلماء وكتها كان شافعية كل ما هني فيه حديث كان حجكم ما له نوير، لأنه محايا لم يذكر لما الشيء الآمر قفك بلال أمري لما الشيء حافظ العيني.
فيحتمل حصورته له حافظ العين أن يكون هو آمرك النبي إنه يهي أو غيره غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقو حنفية وحي قبان لفظ الإقامة إن شفع لقده لبا قور إن لقده واقعي الفاظ إقامة أقم كمرك الأقيمة لبا قور إن إرياض اللقوع العلينيو ساسا مذهب كودو يهي حديث كان مرك حافظ العين وحنفية كم ذا وحويري أمر بلالنا الأمر لما يقانو يرقفك عدة أمرت ولا يقانو روايات عدي سيدا شارح كل شيء قفك أميرك إنه يهي النبي صلى الله عليه وسلم مركز سيدا أحاديث بدنتها يو إن إقامة الفاظ هذا هل مر لقوا دواقي قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب حديث مروي عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث أنس حديث حسن صحيح وهو مقتضى هذا الحديث حديث كان معناها وكان يوه وإن لفظ الفاظ إرياد إقامة هل مر إن لقوا دواقي قول بعض أهل العلم قار قول كوديو من أصحاب النبي حال أهل العلم كمديهين صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه مذهب كاسان يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ساسا لو بدنيا إقامة إلا حنفية ما هن إريقا إقامة هل مر إن لقوا دواقيو إلا لفظ التكبير إلا لفظ الإقامة ما هن لو لا صد لو قرأ لقوا العلم انت كلا هل مر أي لقوا دواقي ساسا علمدو أيوب بدنيا marka shaarixu hadal dheer meesha ka qabtay iyo khilaafka aqamka ku jira wuxuu yiri illa anna malikan laakiin imaam maalik yaqulu wuxuu leeyahay inal iqaamada marka la aqimayo 10 kalimaat 10 kalimo isagu wuxuu ka dhigay iqaamada meeshii marka iqaamada madhabka shaafiiciyada iyo akthar ahlul ilmi ay yihiin 12 kalimo iqaamada 12 kalimo sida jumhuur ahlul ilmi oo minhum imaam shaafici ay qabaan isagu marka imaam maalik wuxuu yiri 10 كلمة وي بالتوحيد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هل مر لو دواقي وليه إمام مالك قد قامت الصلاة هل مر لو دواقي ساس يسوي غبا الشيخ وأما الشافعي وأحمد وإسحاق فعندهم 11 كلمة فإنهم يقولون بالتثنية قد قامت الصلاة لا بقر لو علينا marka hadii qad qaam salaad laba goor lagu celiyo 12 kelimo saasay marka iqaamadu ay ku noqon وسدلوا وحين الدليل بحديث ابن عمر الذي أشار إليه الترمذي وبحديث عبد الله بن زيد ذكرناه من طريقين وأما مالك فاستدل وحي الدليل بحديث أنس حديث أنس والدليل المذكور اللي حسين في الباب وقول الشافعي ومن تبعه هو الراجح المعول عليه قول الإمام الشافعي ضدك راعي قول كاس الراجح ولا عسكون قال الحازمي وحي في كتاب الاعتبار رأى وحي رأيين أكثر أهل العلم أن الإقامة فرادة هل مر لو دواقي إقامته وإلى هذا المذهب ذهب وكتب سعيد بن المصيب وعروة بن الزبير وزهري ومالك بن أنس وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه وإليه مذهب كاس ذهب عمر بن عبد العزيز ومكحول والأوزاعي وأهل الشام وإليه مذهب كاس ذهب الحسن والبصري ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل ومن تبعهم من العراقيين وإليه مذهب كاس ذهب يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومن تبعهما من الخراسانيين وذهبوا وحي كتغان علماء الدليل في ذلك إلى حديث أنس انتهى كلام الحازمي قلت وحن لا يهير وأجاب عن أحاديث الباب من لم يقل بإفراد الإقامة كالحنفية وكله بأجوبة يكون جوابه حنفية الله وحي قبان إن رياضة أقمك لو وقر دواقي مركا يقول حديث كان وحي جوابين بأجوبة كلها مخدوشة جوابيال كل قود للدوري أو للداوعي كل قود جوابيال للداوعي أي حنفية كجوابين والله يطمئن بواحد منها القلب السليم وقلبك السليم كاهنا وسنكو قنعي كرنبا جوابين أحاديثا حنفية وجوابين فقال بعضهم حنفية قاركود وحيراهن إن إفراد الإقامة كان أولا مركو هورا إفراد لقد يجري أو هل مر لقود واقع ثم النسخ ولا نسخ إلى حديث كاسو حلقون نسخ بحديث أبي محذورة الذي رواه أصحاب السنن وفي حديث أبي محذورة وحكسوا دهن تثنية الإقامة إقامة والله وقر لقود واقع وهو حديث أبي محذورة وحده متأخر من حديث أنس فيكون ناسخا مرك حديث أبي محذورة الناسخ نغني وعرض وحلقوا عارضه لقبشي بأن في بعض الطرق حديث أبي محذورة المحسنة الطرق لتحسينية وحكسوا التربيع والترجيع أفضل قار إن لقوا العلني إيه ترجيع يا كسون آذنكي أو ترجيع آذنكي ترجيعني وترجيع مسألة إن شاء الله نسمرني فكان يلزمهم حنفية المفرق وحكول لازم يهدي حديث كاس أي قبصدان القول إن يقول الدهان به بحديث أبي محذورة
oo xadiis abi maxduurana waxa ku sugan waxanafiyadu aysan ogolayn oo tarjiica ila tarjiica iyagu ma ogola xanafiye waqad ankara wuu inkiray al-imaam axmed ala man iddaca an-naskha cidii nasakh sheegatay bi xadiis abi maxduura wax lagu nasakhay tiri waa diiday imaam axmed waxtaja wuxuuna xujeestay بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وكسر لابتي بعد الفتح إلى المدينة مقالة مكة مركو نبي فري صلى الله عليه وسلم مدينة أصول لابتي وأقر بلالنا النبي وحقوق قري على إفراد الإقامة مركو نبي مكة كسر لابتي صلى الله عليه وسلم بلال نبي وحقوق قري إقامة إن لك لياله وعلمه نبي صلى الله عليه وسلم إفراد كوحو بري سعد القرضي سوون مؤذنين تنبي كمدها ذلك نبي وأدم جري سعد القرضي ساسا أضبطنا ومضاف إليه اسكويهين سعد القراضي قافك وكردغينا رأدنا وكردغينا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إفرادك وحبر إفراد الإقامة سعد القرض ومؤذنين النبي وكمدها فأذن به إفرادك أسونا كأدمي وأقم كاس ومفرد وكردغي بعد أبي محذورة كبعد كما رواه الدارقطني والحاكم مرك أحاديث ساسي أبدينهين إن إفراد الله قردغيو رياضة إقامة غالب كذا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن الإقامة مثنى وحديث حنفية يدليشنا يعني وسوء روري حديث حنفية يدليشنا يعني قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا من كان باب ما أي الذي كي أيوبا بها جاء هو ما يمد في أن الإقامة مثنى laba goor inay tahay laba goor eray kasta lagu celinayo oo lagu dhawaaqayo xadiiskii ku yimid ayuu baabiyo قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي ثقة من صغار العاشرة طبقة العاشرة كوذا يرير كجرا إن بدنا وصومرني وكبار الآخذين عن أتباع التابعين وكو أتباع التابعين كسيقاتيو ولم يلقى التابعين أيوة لما كل منبا وحاكم منهم إمام أحمد بن حنبل حكم العاشرة وأسو كذا في التقريب قلت روى عنه شيخ وحكوري الأئمة الستة لحد أئمة الستة وحكوريين أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد أبو مسعود الكوفي المجدر بالجيم أساسا أشغلنا مجدر مجدر ميمك وقدينا جيمك وكردينا دالكنا واشدينا بوزن محمد أو كلا ساسد آخرين مجدر بالجيم وصدوق صاحب حديث صدوق الدرجة ديس عن ابن أبي ليلى ومحمد هذا اللي قال شيء محمد ابن أبي ليلى هو بدين محمد وكان ابن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى وسيء الحفظ جدا دارقطني وحبيرها ضعيف الحديث وأنا حديث كيس ضعيف هي ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة الكوفي الأعمى الطرير وقد رمي بالإرجاء بدعة الإرجاء والوئذي ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء وهو من رجال الكتب الستة كجلة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الطبقة الثانية كبار التابعين الطبقة الثانية هذه لها كبار التابعين أي مركز لقى جيدا عن عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا كاسا لقى جيدا ولم يسمعنا وذلله وعبد الرحمن بن ليلى وحبك ما وصل مغلين عبد الله بن زيد قال عبد الله بن زيد وحويري صحابي كان أذان رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم آذان كيسوحوها شفعا لبقر إن لقوا عليني ساسوها دوا غالب كيسي لا لفظ التكبير أفر لقوا عليني الله أكبر أفر لقوا عليني لفظ التكبير كوا غالب كان لقى هذا غالب كان لبقر أيا لقوا عليني ألفاظ آذانك في آذانك دحديسو شفعها كان أذان رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم آذان كيسو شفعا لبقر وغالب كيسو لقوا عليني في الآذان شفعها والإقامة إقامتنا شفعها وماشي حنفية الدليشنا يعني حنفية وحيليه حديث كان وحو نتوسن إقامة الفاظ هذا لبقر إن لقوا علينا حديث كان الدليشنا شارحه وحو كليه هي استدل به حديث كان واحد دليشدي من قال بتثنية الإقامة وحنفية تذكيري مركا إقامة لو قرأ لقوا علينا أي دليشدي
لكن وحديث إفراد الإقامة الصح وأثبته وحديث كهران صامرني حديث كهران إقامة إن يعني هالمر دواقيه حديث هذا باب كهران كل صامرني كاسا كصحيح نبض لأنه كاس واحد ضعني كما يسنجر باب ما جاء في إفراد الإقامة حديث كها كاسا حديث كاسا حوق بدن وقد ثبت بطريقين صحيحين عن عبد الله بن زيد إفراد الإقامة يا كسقناد وحوي لبض طريق الصحيحة أيا لوجوري عبد الله بن زيد إقامة إن هالمر لوجود واقعه كما عرفت فيما تقدم إذا هرب هذا الصوغرات حديث كان هذا حديث ضعيفة كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الأذان والإقامة حديث هو حديث ضعيف ولذلك الدارقطني كتاب كيس السنن كأه وحكولي هي ابن أبي ليلى ضعيف ومحمد كهري محمد بن أبي ليلى ضعيف الحديث سيء الحفظ عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد لباس علا كجرت ماشي أنا حديث انقطاع وجرة عبد الرحمن بن أبي ليلى يسوون عبد الله بن زيد وهو كما أصلا مقلوم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن زيد رواه حديث وكيع بن الجراح بن المليح الكوفي الثقة أيا وري أو كوري عن الأعمش حديث يسوون وحو كوري أعمش كوري أعمشنا وحو كوري عن عمرو بن مرة متابعا لابن أبي ليلى لمركب وحو متابعين مركب إلى ابن أبي ليلى عمرو بن مرة ساك قاضيين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن الشاس ومشي كل بدلين لفظ أن ساسو أسوي كوري وسوي كورينا يا أعمشكو لفظ أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام أن عبد الله بن زيد رأى إنه كر يودي الأذان آذانك في المنام هردد دحديد إنه كأركي أو كر يودي سداس وريي أو لفظ أننا وأجب الدليل وحو كلو أجب الدليل الفاظ حديثك هو روحها أو ابن أبي ليلى كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الأذان والإقامة كان اللفظ أكوري واللفظ كب الدلنو أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام وقال الشعبة أسنوحي متابعا لابن أبي ليلى ابن أبي ليلى ضد بدن أو كخلافي حديث كنو شيقي ضد بدن حديث كخلافي شعبة أسنوحي رأسه متابعين لابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة كورينيا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إنه عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا أصحاب رسول الله أصحاب الرسول كانوا صلى الله عليه وسلم وحين شيئا أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام أذان كأنه كأركي هردد الدحدة إنه كأركي مركا إيجو لفظك أننا ويجب الدليلين لفظك حديث هو الشفعي ما يسن شيئا أننا وكوريا ماشي كوي هره عن عناء كورينيا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد هذه روايات كوري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد كواننا وحكوريا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله أن عبد الله كي هرنا أن عبد الله لماذا أن يكورنا يوم شيخنا وكل رجحه وحيري وهذا إسناد كان ذنبه وإسناد كشعبئيه أعمش أيوتاني أصح إسناد كان كصحنا يبضن هذا أصح وحيرجي إذا أقل ضعفا إلا كي هر نفتيس ضعيف وهاي كي هر نفتيس ضعيف وكإنقطاع كجري وحوجا أنكرون يهي ولجي إلا لبضب الضعيف ويه وهذا إسناد كان ذنبه أي أصح أي أقل ضعفا كضعيف نمير حوجا من حديث ابن أبي ليلى السابق حديث كيهورة إسناد كيهورة كان حوجا كضعف يرم أو حوجا ضعف يريه كيهورة يسوي حكوس أروري لفظ عن أي كيهورة كوس أروري لفظ عن مررك قارة وحلا استعماله اتصال السند كأنه حرير الله استعماله لكن لفظك أن محمول على الانقطاع لفظك أنه حلا استعماله انقطاع مركب محوت سنة هدي أن الله استعمالي عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع عن عبد الله بن زيد نصحه كمغلن سانا نصحه أن هذا سن الله استعماله وتسنيس انقطاع أن هذا انقطاع تسنيس إن الله استعماله صحه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وهذا إسناد كان ذنبه لفظك أن الله استعمالي أي أصح أي أقل ضعفا كضعيف تنوير من حديث ابن أبي ليلى السابق وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد وعلده هو الشيخ فهو منقطع حديث كان انقطاع عاس أياك عليه مركز ساس ضعيف كويه حديث كاسم قال بعض أهل العلم يقاركود وحيراهن الأذان مثنى آذانك لو قروا لو قروا لو علينا والإقامة إقامتنا
مثنى مثنى أيرا لبا قور أيا لجو علينا هذا إقامة لبا قور إن لجو علينا ومذهب الحنفية حديث كذا نوان صامر حديث كي هذا عن صامر إنه ضعيف هاي نسوق هذا النيل وبه مذهب كاس أو إقامة إن لبا قور لجو علينا أيا يقول سفيان الثوري ويرا عبد الله المبارك نويرا وأهل الكوفة هدوري حنفي ولا كذا حنفية نساسي قبان حنفية إقامة إن لبا قور لجو علينا سداسي قبان وكشارحه هوسك عليه وبه يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى أبو حنيفة سداس يسوون وأصحابه أصحابتيس قال شوكاني وحكير في النيل وقد اختلف الناس في ذلك ذاتكم مسألة واسكو خلافا فذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة كلها مفردة كوي تمن كلمة ويراهن أقمكم إمام الشافعي رحمه الله تعالى جمهور أهل العلم كلها مفردة هل هالمرة لقول واقع إلا تكبير في أولها وآخرها تكبيرة أول كآخر كذا مهنة واللفظ قد قامت الصلاة مهنة فإنها مثنى وايتاس واستدلوا حين دليل جمهور أهل العلم بهذا الحديث يعني وحلجد حديث أنس المذكور في الباب المتقدم وحديث ابن عمر يعني وحلجد الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم وحديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن زيد دليل يعني الذي ذكرناه في الباب المتقدم قال الخطابي وحوير مذهب جمهور العلماء وحوية هو الذي جرى به العمل ودغنك وكدر أرسل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادا عالم كون أساس الله ونقمه إنه هي أقمك فرادا هل مر إنه واقعي قال وحور الخطابي أيضا هو مذهب كافة العلماء أنت بدل المذهب كود وحوية أنه يكرر إنه سوء العلنيه قوله قد قامت الصلاة إلا مالكا معه فإن المشهور عنه مالك حق سبحانه مشهور أنه لا يكررها قد قامت الصلاة أصيب مقب إن سوء العليه وذهب الشافعي وحكت في قديم قوليه إلى ذلك قولك قديم كأن قد قامت الصلاة أن سوء العلنين قال النووي وحور إمام النووي ولنا أنه حنسكلنا هدان شافعيا نهي قول شاد هذا الشهادة ولنا أنه يقول إنه ليها في التكبير الأول الله أكبر مرة شافعي نفته يقول شهادة جرور ومرك الله عقيمه الله أكبر تهل مر إنه واقعي وفي الأخيرة تنقدم بيسا تكبير تقدم بيسنا مرة إذن لليه ويقول حليها قد قامت الصلاة مرة والشافعي يقول شاتك أهو قد قامت صلاتنا مرة إلى ليه قال ابن سيد الناس وحور وقد ذهب وحكتك إلى القول بأن الإقامة 11 كلمة إنتهى عمر بن الخطاب قبل جري وابنه ويلكيس وأنس والحسن والبصري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود بن المنذر قال البيهقي وحور ممن قال بإفراد الإقامة إقامتها هالمرة لقول واقع دتكير وحاكمده سعيد بن النصيب وعروة بن الزبير بن السيرين وعمر بن عبد العزيز قال البغوي هو قول أكثر العلماء بوا الساسة اللي بدن يهيب إقامة إن يعني هالمر لقول واقع إلا تكبيرته هي قد قامت الصلاة معهن قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم وحيراهين الأذان أذانك مثنى لو وقر لقول واقع والإقامتنا مثنى لو وقر لقول واقع وبه مذهب كأو إقامته إنه مثنى يهي أيا يقول سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك نساسويرا وأهل الكوفة وحنفية ولجهدنا سداسي قبان marka nusqadan hadda aan hayo intaas ay ku sintay nusqooyinka qaar ziyaado ay ku daraan yaas waxay leeyihiin qaala abu ciisa ibn abi layla huwa muhammad ibn abd الرحمن idin dhigan ziyaadaas ya muhammad abd الرحمن nusqooyin ziyaadaas qaba jira yani raawigi hore oo xadiiska sanadkan ku samarnay ibn abi layla ayaa lagu tawdiixinaa waana ziyaado fiican way waa tawdiix qaala abu ciisa tirmidhi wuxuu yiri ibn abi layla huwa muhammad ابن عبد الرحمن بن أبي الليلة وقاضي الكوفة هاجري قال لي كوفة ولم يسمع من أبيه شيئا وصحوا أبيه نحوك ومغلم إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه ورجلنا أدحي أبيه صحوك ومغلم وزيادة ونقصان قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الترسل في الأذان هذا مثل باب ما الذي كان يؤبى بها جاءه ما كيمد في الترسل حسل انت كيمد في الأذان آذان كنا لبوبسين إلا الدجي ولا حسليو وشارحه كويري أي بقطع الكلمات بعضها عن بعض والتأني في التلفظ بها
erayada in la kala jarjaro tartiibna loola yimaado oo la dedejino qaal ibn qudaam wuxuu yiri at-tarassul at-tamahhul waay kaadsi waay in la kaadsado oo la xasiliyo وتأني من قوله ما لقى كاني جاء فلان على رسله حسلوني دي سوهب الكويمد والحدرنا والضد ذلك حدرنا هو الترسل كنتكسي وهو الإسراع وقطع التدويل إن لبوبسيوه وهذا من آداب الآذان ومستحباته آذان كوحيالها الله سنة أيو كم إذا هنا للددجين وسد ترسله الدقناش كجرته رياض الله قد واقعه قالوا حول الآذان إعلام الغائبين هو ودد مقناد ويري ودو حويسينو والتثبت فيه إن لحسليه أي أبلغ في الإعلام ومد هداد وحويسيني سنة إن ترتيب لو دجي الرياضة هي كحل راشد بدن والإقامتنا إعلام الحاضرين dad masaajidka marka ku aroorsan ayadu wuxuu sheegay aqimka fala haajata ila tathbut fiha ida wala dadajina Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Muhammadur rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qadam saasa loo boobsinaa laakiin aadaanka waxa la rabaa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa tartib saas loo adin aqankana waa la boobsin laana wadad masaajidka ku aroorsan ayaa aqamka wax loogu sheegay aadaankana dad maqana loo yeeri markaas waa la xasilinahay qaala abu ciisa tirmidhi rahimahullahu ta'ala hadathana ahmad ibn al-hasan at-tirmidhi wa tirmidhi isaguna gobolkiisa thiqatun xaafidun qaala hadathana al-mu'alla ibn asad al-basri thiqat qaala hadathana abdul mun'im wa huwa saahibu as-siqa hanta saaxibkeedii lama yaqaan wuxuu hanta hadde ma iibin jiray ma dadku haanta biyaha ku waraabi jiray Allahu a'lam saasi culmadeena saaxibu as-siqa huwa laqabu Abdul Mun'im ibn Nastisi wala'allahu kana yasqi an-nas al-ma'a inuu dadka haanta biyaha ku waraabi jiray suurtagal ama shaqo kale inuu hayn jiray suurtagal qala al-hafiz fi taqrib wa matruq wir wa ana hadiiskiisa laga tagay oo la qabsanayno Abdul Mun'im saaxibu as-siqa Bukhariga iyo Abu Hatimna waxay yiraahdeen munkarul hadis وأن حديث كيس والله إنكر بخاري إيه أبو حاتم وحيراهن ومنكر الحديث وليس له في جامع الترمذي إلا هذا الحديث ذاتك النوع عاصر ضم بكتابك وكويرهن ذاتك النوع عاصر هو منكر الحديث علماء يقانان أما الضعفاء جامع الترمذي وكويرهن هذا وكويرهن هذا الشيخ أنا وكلا هل كان حديث أي كتابك ضم بكويرهن قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم البصري ومجهول ويسجن لقرن ما مجهول البصري قال الحافظ مجهول حافظ وحده مجهول عن الحسن وحسن ابن ابي الحسن البصري زاهد الثقة لكنه مدلس وعطاء بن ابي رواح المكي الثقة عن جابر بن عبد الله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك انه صلى الله عليه وسلم لبلال وحكير يا بلال اذا اذنت هداد أدميسو فترسل حسله في آذانك ترتيب الدجي آذانك حسله لا داد كام مقن أمبد ويري وإذا أقمت هداد أقيم السنة فاحذر ددجي أقيم كان ددجي واجعل يل بلالو بين آذانك وإقامتك آذانك أقيم كاغ حدودا قدر ما الذي كي قدر كيسو كلا ودحيسيه يفرغ الآكل وقفك وحنيه من أكله عنديسه وكفارق نقرين كي حيرada markaas gacanta ugu jiray oo xeerada inta xooga ka faraxasho iska diyaariyo masaajidka uu ka iman karo qadarkaas u dhaxaysay adinka iyo qaamada intaad hore ka adimto horaha ka aqimo laaninku dadkii waxbaad ogeysiisay xayya ala salaadii u kaalay marka kii xeerada gacanta kula jiray xooga wixiisa ha dhamaysto fursad sii way dadka fursad ay maaragtaa masaajid ku yimaadaan oo isku soo nidaamiyaan oo kii marka wax cabay cabitaankiisa u dhamaysto kii wax cunayay kii xaaja marka ay heysay uu soo xaajeysto xoogaa fursad sii uu dadka saasuu nabigeenu noo sunneeyay sallallahu alayhi wasallam ya bilaalow ida adanta hadad adimayso fatarasal hasili fi adanika adaankaaga dhixisa hasili wada aqamta hadad aqimaysana fa hadir dedeji waj'al yal bayna adanika wa iqamatika adaankaaga aqimkaaga dhixdooda qadar ma iladi ka qadarkiisa yeel yafruqul aakilu min aklihi kii wax cunayo cunidiisa uu ka faaruq noqonayo wa shaaribu min shurbihi kii wax cabayana cabitaankiisa uu ka faaruq noqonayo wal mu'tasiru kii dhibaataysnaana yani mu'tasir lil haaja ninkii mas'uul iyo u dhibaataysnaa kii dhibaatadaas haysana uu markaas ka faaruq noqonayo ida dakhala haduu galo liqadaa'i haajatihi haajadiisa gudideeda markuu u galo masquushi uu ka faaruq noqonayo
ووحيس أصار ما يسنى ولا تقوموا هنا استاجننا حتى تروني إلى أديك أركتان إن صواب بحينا إلى جورج النبي صلى الله عليه وسلم يمسد كالنبي وأسكت الجناين مركي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأقيمة يوم مركز الصواب بحجري مركي إلى أنو أن صواب بحون أركتان هاستاجننا مركز إيجادان مركز استاجوا ساس النبي صلى الله عليه وسلم وينوسن مركز حديث كان وحديث ضعيف حديثك وضعيف إلا جملة ولا تقوموا حتى تروني وجملة مسلم غير كيس باكوسا أرورت إمام مسلم في صحيحه غير كيس با جملة باكوسا أرورتي لكن أنت كلا حديثك وضعيف وماذا ضعيف يوم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد الكسي ثقة حافظ قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي ثقة عن عبد المنعم السابق في الإسناد وعبد المنعم في هذا الحديث كما لو ضعيفين نحو حديث معلى ومعل متابعينها معلى يا وحكى قاضي عبد المنعم يونس بن محمد عبد المنعم لا يسوى شيخ قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحول حديث حديث جابر هذا أو كان حديث حديث كاسو لا نعرفه حديث كأننا نقرنين إلا من هذا الوجه أنك قرنين معنا إلا من هذا الطريق وجهه طريقة أنبو كسو أروري من حديث عبد المنعم وحن كبدلنا من هذا الوجه كبدل لا نعرفه قرن منه إلا من هذا الوجه أنكو قرنوا معنا إلا من حديث عبد المنعم أنكو قرنوا معنا ننكاس الضعيف كاهو شأن يجلس علماء كهذلين طريقة سنوصل مري حديث كاس ننفي عن وتوصل وثقة طريقة كما أنا نركن حديث كاس إن كان حديث كاس طريقة سنوصل مري قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث جابر هذا أو كان حديث كاس لا نعرفه عن قرنين إلا من هذا الوجه أنكو قرنوا معنا إلا من حديث عبد المنعم أنكو قرنوا معنا وهو إسناد كنا وإسناد مجهول وين اللي قرن السند مجهول فإن فيه يحيى بن سليم البصري وهو مجهول نكاس مجهول كنا وكجرا عبد المنعم كنا وكجرا الله وعي الله واي مرك الله وعي الله أي حديث يا شيخ وحويري قال الحافظ الزيلعي في نسب الراية بعد ذكر هذا الحديث مركو حديث كان شيء بعد وحويري وبعد ذكر كلام الترمذي هذا هذا كان ترمذي مركو شيء بعد وحويري ما هذا الويري لفظه هذا اللفظ يسوي هاي وعبد المنعم هذا ضعفه الدارقطني حافظ الزيلعي وحد ضعيف الدارقطني وقال أبو حاتم وحويري منكر الحديث جدا هذا حديث الله إنكره لا يجوز الاحتجاج به من كان له حجة يستاهي ما بنانوه وأخرجه وحكى حديث صوصاري الحاكم في مستدركه عن عمرو بن فائد الأسواري ننكروا أسوه كصوصاري قال حدثنا يحيى بن مسلم به لكن يحيى بن مسلم أصلا كجرة يحيى بن مسلم كأصلا مجهول كيا وقد حجرة أصلا وأسونا من نبت قليه حديث كان هذيك أسونا من نبت قليه حاكم سواء ثم قال مركز حاكم وحوير هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير مركز لقرها وعمرو بن فائد ولم يخرجاه بخاري مسلم سوما صارين انتهى قال الذهبي في مختصر وحكير وعمرو بن فائد قال الدارقطني وحير متروك وسنفتي من متروك بقى انتهى وقال الحافظ في التلخيص وحكير وروى الدارقطني من حديث سويد بن غفلة وغينك يفعل الله والله كردقي سويدنا والتسخيرين الناس سويد أنا أقول واغن سويد بن غفلة عن علي قال وحير سيدنا علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا وحنا أمرج أن نرتل إن نحسلنه الأذان ونحضر أن تدجنوا الإقامة وفيها أسجنا وحكوسوا عمرو بن الشمر وهو متروك وأسجنا من بدقلين وحكو جران اللي عمرو بن الشمر وقال البيهقي وحر رويه وحكوا له بإسناد آخر عن الحسن وعطاء عن أبي هريرة ثم ساقه وقال وحر الإسناد الأول أشهر سنة كهراش مشهورة يعني وحر جاء طريقة جابر وروى الدارقطني وحر من حديث عمر موقوفا نحوه وموقوف كرج وليس في إسناده كما سقنا إسنادك ومركز دارقطني إلا أبو الزبير مهن مؤذن بيت المقدس وهو تابعي قديم مشهور انتهى وحديث جابر المذكور في الباب أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن عدين وضعفوه وأنا ضعيفين علماء إلا الحاكم مهن حاكم بسان ضعيف فقال حاكم وحر ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد مهن قال الحافظ وحر لم يقع مدين في روايته هو إلا في روايته هو رواية أو حاكم مهن عمرو بن فائد رواية حاكم بس كدعي ولم يقم مدع عمرو بن فائد في رواية الباقين
لكن عندهم فيه وحكسوا عبد المنعم صاحب السقاء كاسا وجرى علماء كله وهو كافٍ أصلا كفلا عبد المنعم في تضعيف الحديث انتهى وحديث كان ضعيف في عبد المنعم أبو كفلا كل اسم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في إدخال الإصبع الأذن عند الأذان هذا مثل باب ما أي الذي أي باب هي جاء هو ما قبيمد في إدخال الإصبع فرت الدحجلين تدي كويمد الأذن دكت اللجليه فرت عند الأذان آذان كأكتيسا إن فرت دكت اللجليه وحي كويمد أي باب هي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآذان كسنوين كيسو حاكم ذا قفك مؤذنكم مركو أدميه لبدا فراد إنه لبدا دقود كلا قريب الله أكبر ساسو أدم مركا علماء waxay yiraahdeen xigmada ku jirta waxay tahay qofka dhagoolka oo kale oo codkii aan maqlaynin waxay calaamad astaan u noqonay inuu qofkaasi aadan ku mashquulsan yahay la soo codkii ma maqlayo markii dhigtii uu faraha geliyo wuxuu fahmi in qofkaasi aadan uu hayo ayuu maqlay midda kale xilligii samaacadahan iyo mukabiraadka sawdka oo aysan jiri jirinna waxay daliil u tahay codkiya aad u kor noqonay qofka haduu dhagaha oo faraha uu gashado codkiisa aad u kor noqonay ay culimadu leeyihiin marka xigmooyinkaas ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu noogu jideeyay marka aadaanka la sameeyo inuu qofka faraha uu dhagaha gashado ayaa sunna ah قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان المروزي الثقة قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني الثقة قال أخبرنا سفيان الثوري الثقة الحجة عن عون بن أبي جحيفة ثقة السوائي ثقة عن أبيه استغنى أبيه سوى صحابي قال أبي جحيفة وحويل رأيت بلالا أركي يؤذن حاله أدمي ويدور وروريكسني وقرم وريكسني مركو أدمي عند الحي على تيمو حي على الصلاة حي على الفلاح مركو ليه بدحي ملك وساس مركا مدح وريجينيو مدح سا وريجينيو بدحي ملك ويدور رأيت بلالا أركي يؤذن حاله أدمي ويدور وروريكسني عند الحي على تين حي على تين كأكتود ويتبع الرعسين يفاه أفكيسة ها هنا هلكن وتفسير لإدارته ورقيسي على فسر سوء ورقسنا يوحوي ويتبع فاه أفكيسه الرعسين ها هنا هلكن وها هنا هلكن يمينا وشمالا حي على الصلاة لنعم مدكت حي على الفلاح لنعم بدحنا مركو حي على الصلاة وليه هنا لنعم مدكت أفك وشيدنا حي على الفلاح مركو ليه هنا لنعم بدحنا وشيدنا ساسو معناه ويتبع الرعسين يفاه أفكيسه ها هنا هلكن إيه وها هنا هلكن يمينا وشمالا أيو الرعسين والحال أفكيسه لنعم رعسين إسبعاه لبدي سفرودنا في أذنيه ماشى الله سعد هالكاسو وباب كدنب يعني لو عقدي لبدي سفرودنا لبدي سدغود اي كجيران ورسول الله رسولك علينا صلى الله عليه وسلم في قبة مركا كدخ جيري رسولك صلى الله عليه وسلم قبضاس الله رسولك اسغناتي صلى الله عليه وسلم قبضاس حمراء غدودن قبض غدودن ومركا لا ادميي نبينا كدخ جيري صلى الله عليه وسلم وراه وحان ملينا ابي جحيفه نعلنيناه صحابي ابي جحيفه وحان ملينا قال انه يري في قبة من الدم قبض او مقار كسميسنت ومركاس نبي كدخ جير ساس انه ku daray maqaar saasan maleynaa ومركا ملادنا حقيقة كسعتها وعون دهيا مركا عون وحوليه وراه وحان لينا أبا جحيفة وأبيهيسي أبا وحان لين قال إنه يري من الدم قبض أو مقارة ونبي كل حجري مركا صلى الله عليه وسلم أو جدودا فخرج بلال الصباحي بين يديه نبي النهرتي صلى الله عليه وسلم أي بلال الصباحي بالعنزة أي الله الصباحي تكيجي ومركي النبي صلى الله عليه وسلم meelaha saxaraha banaanka markuu ku dukanayo ushaasa loo mudi jiray oo sutra uu ka dhigay jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam ushaas takayga ayuu markaas la soo baxay isagoo marka nabiga u khidmaynayo sallallahu alayhi wasallam farakasaha waa muday bilal ushi anasidi bil badhaa fi al badhaa dooxadi meesha banaanka ahay dooxadaha halkaas ugu muday si nabiga sutra uga dhigto sallallahu alayhi wasallam fasalla ilayha anasidi xageedii
رسول الله يؤد كذي صلى الله عليه وسلم يمر حال بين يديه نبي أن هرتيس صلى الله عليه وسلم الكلب والحمار حيوانات كاس إياها دمر هذا إيش كم ريان وصلاة دي هذا متجر ريان صلاة دي مجوين ريان وعليه نبي قدوشي صلى الله عليه وسلم وحى هذه حلة حمراء اسكجوك جدودا ومالنتاس نبي النوتي صلى الله عليه وسلم كأني وابانيقو يري أبي جحيفة انظروا في رناي إلى بريق ساقيه نبي صلى الله عليه وسلم لبدي سشنشو بربر قوده نورك يهلاع كبحي يقول روح كبحي لبدا شانشو نبي صلى الله عليه وسلم يهلاع بربر قوده هد إلى في رناي وجهه أيد موداه قال سفيان السابق في الإسناد وحوير نراه أي الثوب مرضاس وعلي وعليه حلة حمراء وعلينا بمعنى ثوب أنا وعلينا معنى مرأهانا وعلينا قال سفيان الثوري وحوير نراه مرض النبي الستي صلى الله عليه وسلم وحن لينا حبرة مذب إنا يهد ذات حبرة مذب كالله اسكو دحجر دور مذب اسكو دحجره إنا يهد ساسا أنه لينا وهذه الرواية وحي بها حلة حمراء حلة حمراء لفظ حديثك نبينا صلى الله عليه وسلم ما انت سوحو وتي دار اسكو جوغا او غدودا مركز سفيان الثوري وحو رواينه فسر حلة حمراء وحو يري نراه مرض النبي خليغاسيتي صلى الله عليه وسلم waxaan u maleynaynaa xibara inay ahayd ذات xibara midabyo oo gudud khaalis aysan ahayn ula jeeda gudud khaalis inaysan ahayn dhowr midab iyo dhowr kalar inay lahayd saasan maleynaynaa marka Sufyaan Thawri xadiiska saasuu ku fasiray marada nabiga sallallahu alayhi wasallam isku jooga oo gududka riwaayadu sheegayso wuxuu yiri waxaan u maleynaa kalar badan inay lahayd isku joog oo baxti ah oo isku joog baxti ah oo saafi ah inaysan ahayn waxa saas ku kalifaya Sufyaan Thawri waxa weey ilaa asagu ahlul Kuufa ahaye nimanka Kuufiyiinta iyo madhabka Xanafiyadu yakrahuna salata fi thawbi al-ahmar al-khalis حنفيده waxay qabaan marag guduudan oo khaalis karaahiyo in lagu dukado marag guduud khaalis in lagu dukado waa karaahiyo xadiiskana loo sheegay xadiiskii waa awileen marka waxay yiraahdeen nabiga sallallahu alayhi wasallam maadaama marag guduudan isku joog guduudan uu watay salaadina waa ku tukaday nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas Sufyaan wuxuu yiri nuraahu xibara waxaan maleynaa maradu inaysan aad u wada guduudnayn kala kale ay ku jireen marka taasi waa ta'wiilka Xanafiyada khusuusan nimankan ahlu Kuufada culimada ahlu Kuufada ilaa iyaga madhabkoodu wuxuu yahay waa karaahiyo in marag guduudan oo khaalis lagu dukado marka axaadiisa saasi waa awili jireen axaadiisa markay arkaan in nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin xadiiskan waadix uu ku yahay ta'wiil uma baahno wa alayhi hullatun hamraa la yahtaaj ila ta'wiil marka iyaga Xanafiyadu saasi waa awili jireen taasoo قال سفيان الثوري وحر نراه وحن ملينا مرضاس حبرة ذات حبرة إلى يهد وكل رب إلى لهد أيان ملينا سداسير لكن لا يحتاج إلى التأويل قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحر حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وهو كما قال بل أخرجه الشيخان وبخاري ومسلم لوذوي وريان لكن ألفاظ كجرته بخاري ومسلم يسورين إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبعين في الأذنين ولا الاستدارة labada farood oo dhagaha la gelinayo iyo wareega bilaal markuu hayya ala salaah hayya ala falaah uu leeyahay labada dhinac uu jeesjeesanayay intaas Bukhari Muslim aysan warin laakiin alfaada kale ay iyagu wariyeen qala Abu Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa alayhi ala hada alhadith hadith kan dushiisa al-amalu dhaqanku ahaade inda ahli al-ilmi agtooda hadith kan lagu dhaqmaa yastaxibuna waxay sunnayaan ahli al-ilmi an yudkhila al-mu'adinu مؤذنك إنه دحجليه إصبعيه لبدي سفرات في أذنيه لبدي سدقود إنه فجليه في الآذان في حالة الآذان حالة أؤدميه إنه لبدي دقود وجليه فرها ساسع علماء السنيان يو حديث كان كعمل فري وقال بعض أهل العلم قال كودنا وحي راهن وفي الإقامة وفي حالة الإقامة أيضا حالة الأقيمة ينسدوا كله يدخل المقيم قفك أقيمة يوجلنا إصبعيه لبدي سفرات في أذنيه لبدي سدقود أيو دحجلنا يراهن وهو مذهب كسلاس قوانا وقول الأوزاعي والله موافقين علماء موافقين أكثر أهل العلم أقامة مقبان مرك الله أقيمة يدقها فرح لما قلنا أكثر أهل العلم ساسي قوان أوزاعي وحوليه قياسا على الأذان أذان كان هو قياسا إنه مرك الله أقيمة ينا دقها الله السنة فرح إن لقليه
ساس أوزاعي استوى قباء لكن ما قبان أهل العلم انتو ذا بدن ما قبان وأبو جحيفة اسمه وحول الشيخ مقع عيسى وهب السوائي وهب السوائي ونسبة إلى سواءة بن عامر وجد وهر له نسبي وهر أي له نسبي مركب ماشي أنا هذا سفيان الثوري حديثك وعليه حلة حمراء وحوير نراه حبرة وحنو ملينا مرضاس إن دور كلر أي لهيد بخاري وحنكسر مرني باب الصلاة في الثوب الأحمر أسوأ مركب كوفيين تكديدا باب الصلاة وحب بابيه إن لجد كنكره في الثوب الأحمر وأورد هذا الحديث مركز حديث كان سؤال أروريجري بخاري ومركز محمود الدنيا هي بخاري إلا أقوله مراد جلودا والجد كنكره كراهينا معه وأنا مذهب جمهور أهل العلم سلاسي قبام قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في التثويب في الفجر هذا مثل باب ما الذي في أيوب بابي هاي جاءه ما كيمد في التثويب ويرد كيمد في الفجر في صلاة الفجر صلاة الفجر كالصبح إن لقص النينيو تثويب لقص النينيو مركز تثويبك ورجيدة لقلي هاي وحوي وحولي هاي قفك مركز صلاة الفجر مركز أديميو الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ساس الله بقر وكعل علن تثويب كاس مركا والسنة خصوصا في صلاة الفجر بس صلاة الصبح إلا أيضا مناسب وياهي ما دام تثويبك معنيه وياهي أرجع الصلاة خير من النوم صلاة وحيك خير بدنتها إلا هرده مركا وقت النوم وقت النوم كما دام فجرك وكسو بيجميو أيام مركا دتك النائمين لجوب براروجين حكمة يا خيرك يا بركاتك يا نفحاتك صلاة كجرة مركا سألليه الصلاة خير من النوم وشارح حكر التثويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام وأجيسين كبعد أجيسيس كالإندي باللغة لابت أي تثويب لنا ويطلق حكر له يطلق على الإقامة وأرجع تثويب أقم كان والله استعمالها كما في حديثي حتى إذا ثوب مركل الله أقمه أدبر شيطانك والدبج هدية حتى إذا فرغ مركل الله فاروق أقبل ويماذا حتى يخضر إلى أكل دحقله بين المرء ونفسه قفك يا نفتي أكل دحقله وعلى قول المؤذن والوئد لاقى في آذان الفجر إليها الصلاة خير من النوم وكل من هذين مدول بول بدن كمد وتثويب قديم ثابت من وقته إلى يومنا هذا والسنة قديمة وقت النبي قال الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وقد أحدثنا صدته وحيسود الرسيين تثويبا ثالثا تثويب سدحات ومتكاس أقم كأيو الصلاة خير من النوم أنا هيني وحيكسود الرسيين بين الأذان والإقامة أذان كأقم كنت ودحيس قالوا هذا الكاس حيري في فتح الودود وشارح كوير قلت وحن لا يهور ومراد الترمذي إمام الترمذي ولجدد وكليه بتثويبها هنا هو قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم يسوي كاس بولجده الصلاة خير من النوم والترمذي ولجده قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع البلغوي ثقة حافظ تكرر في جامع الترمذي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري ومحمد بن عبد الله بن الزبير بن درهم الأسدي الكوفي ثقة ثبت إلى أنه يخطئ في حديث الثوري وهو من رجال الكتب الستة وستة رجال الكتب قال حدثنا أبو إسرائيل وإسماعيل بن خليفة كوفي صدوق لكنه سيء الحفظ غال في التشيع بدعة التشيع يؤدق حد قد بجري إمام ذهبي كتاب كيس ميزان الاعتدال وحكسه قوريه وحوري كان يكفر عثمان بن عفان والعياذ بالله وقال يسيجر إن آد أحد قدبوها بدعة الشيعة وحد قدبوها بركة الذهبي في ميزان الاعتدال وحكور أبو إسرائيل كان يكفر عثمان بن عفان والعياذ بالله أكو قال لما حكم مجر الدوار رافضة إلى الشيعة شأن قدبوه أي مدي دتكي جنة اللوجو بشارية إنه يكون قال لما حكميان وحن إن بدن شيء جرني بابكي أو يجو الشيعة يكون قرن كتاب كان لرب بحار الأنوار وسكله محمد الباقر المجلسي باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم انت سؤريو أي اسكو حجيين كتاب كان لرب بحار الأنوار لبا iyo saddex iyo afar goor ka badan oo ku soo celcelin ereygaas waxay tarjumaysteen shiicadu kitaabkan la yiraahdo bihar al-anwar wa haqquhu an yusamma bihar al-dhulumat
kitaabkaasna wuxuu xaq u leeyahay maadaama saxaabadii lagu gaalaysiinayo in lagu magacaabo badihii mugdiyada laakiin asagu almajlisi wuxuu ku magacaabay bixaar alanwaar badihii nuurku yiri badii nuurku yiri laysa fiihi nuur wax nuur ah meesha ku jiraan saxaabadii lagu gaalnimo xugmina marka wuxuu tarjumaystay wuxuu yiri baabu kufri thalathati wuxuu u baab yahay saddexdii inay gaalo yihiin wuxuu la jeedaa sayyidina abubakar sayyidina umar iyo sayyidina uthman wa nifaaqihim wuxuu u baab yahay inay munaafiqiin ahaayeen wa fadaa'ih a'maalihim wuxuu u baab yahay a'maashooda fadaa'ixdoodii wa qabaa'ih aasaarihim wa fadli tabarri minhum wa la'nihim fadliga laga helayo in laga bari noqdo iyo in la lacnado fadliga laga helayo حق النور كوكي الله مر بحار الأنوار نوكم مقعد محمد الباقر المجلسي نين ليراها إسكال الله سدح أفر قور كبضا وانشاقنا إلى النساء أنت ناقرين إلى هذا نكوع العلينين مركز دتك وحن وقع العلينين مركز إني أقادان قولان الشيعة ودتك كسر سرنايا إنه وحن وضنا حب آل بيت رسول الله دتك كسر قلب حب ماشي ميال حب آل بيت رسول الله هذه الصحابة دي للعنة ذيو سيل لو كلا فرقنا كيف يفرقوا بين أهل بيت رسول الله وصحابته سيل لو كلا فرقنا هي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إيه آل بيت كي رسولك آل بيت كي رسولكنا وانشعله صحابتنا وحن ترجمي سنة وقالوا أي دين هذا قفك مسلم كاي تاس دين كردغان كرايوية دين كردغان كرا أي دين هذا دين ما مركن كان ذهبي وحويري كان هذا يقول صوت عادي أبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة الكوفي صدوق سيء الحفظ غال في التشيع وأن آد واحد بالتشيع كان يكفر عثمان بن عفان والعياذ بالله قال يسجر عن الحكم وحكم بن عتيبة الكوفي الثقة عن عبد الرحمن بن أبي الليلى الكوفي عن بلال لم يسمع به هذا كما وصلنا ورنا وصمرنا بلال كما مغلى قال بلال وحويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء هتثوبن محل جدا يعني الصلاة خير من النوم شيء هدهن شيء قاسوا من الصلوات صلاتها كمدة إلا في صلاة الفجر مهن وصلاة الفجر كم بخاص كويه تثويبكم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب حديث مروي عن أبي محذورة أو حلقة يا حديث أبي محذورة إنه حديث الصحيح لو قدقه لأنه كان هذا طريقة ضعيف كويه طريقة هذا الترمذي ونوسه أروري ضعيف شرحنا وكوت المامي وحكوليه أخرجه حديث كأبي محذورة وحصوصاري أبو داود قال وحويري قلت يا رسول الله علمني إبر سنة الآذان الحديث وفي آخره وحكسنا فإن كان صلاة الصبح قلت وحد هي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله رواه حديث وحوري ابن حبان في صحيحه مركا حديث كان هذا الترمذي ونوسو أروري الطريقة دي ضعيف وكي هي كان أبي محذورا كصحيحنا والشاهد صحيحا وقدقينا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث بلال حديث كبلال لا نعرف أنه قرن منه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي ما هن طريقة سنقصه قال وأبو إسرائيلنا لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة وانقطاع كجرة قال مركاسه حويري شيخه إن والترمذي إنما إن كلمه رواه حديثك وحكى له وريه إن ما وحاتراها وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال مركاسه حويري شيخه إنما إن كلمه رواه أبو إسرائيل حديثك وحكوري عن الحسن بن عمارة الكوفي وهو متروك أيضا إن كان سيرا ونين متروكه وليس له في جامع الترمذي إلا هذا الحديث أسوون كتاب كرنبا هلك حديث أسوون كله عن الحكم بن عتيبة مركن نكاسا أدحيوه نكاسا أدحيه حسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة مركز كبعد لكن الحديث الشاهد الذي عند أبي داود لكن حديث الشاهد لا أبو داود والنسائي يصح به شاهد كاسون صحيح كنغان قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وأبو إسرائيل اسمه مجي عيسى إسماعيل بن أبي إسحاق وليس بذاك أبو إسرائيل كاس معها كاس القوي حوغل عند أهل الحديث أكثر سنة حكم لها قال الذهبي في الميزان وكهوس كغير يشارحه ميزان حكوري الذهبي أبو إسرائيل الملائي الكوفي وإسماعيل ابن أبي إسحاق خليفة ضعفوه وضعفيا وقد كان شيعيا بغيدا شيعي لنعوها من الغلاة ولبا كودا حد قدبي الذين يكفرون عثمان
كوا حد قد بيوس عثمان كقال لما حكم جري كوا قلاداسو كترسنا قال ابن مبارك وحيري لقد من الله على المسلمين إلهي مسلمين وحو كقلادايستي بسوء حفظ أبي إسرائيل إلهي وحو بنو قلادايستي ويري حفظيسان أهاجر هادو نن حافظ أهان لها wax badan oo haleyn lahaa yiri wax badan oo naga haleyn lahaa waa fahmada raahadana غالبا ha noqdeen ashma ahayn وذكر وحنا شيء أقوال الجرح وقال وحير الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد حقيقة اختلف أهل العلم وإسخلافينه في تفسير التثويب تثويبك فسرد اسكو خلافين محل قال جيدا تثويبك حديث كساره فقال بعضهم علماء قاركود وحيراهن التثويب أن يقول الشخص وإنه يراه في أذان الفجر أذان كفجر وإنه كيراه الصلاة خير من النوم وهو قول كسداس فسر ينا وقول عبد الله المبارك وأحمد وهم الشافعيين إمام الشافعي سدوا كانوا كفسر يسقون جمهور أهل العلم سداس يقبلون وقال إسحاق بن راهويل عند المروزي وحير في التثويب في تفسير التثويب تثويب كفسر الديس وحكيري غير هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن المبارك وأحمد معناها ابن المبارك أحمد يكون تجن معنى أن أهين وأسوي كفسر تثويبك قال وحور إسحاق بن راهويه هو تثويبك شيء قاس أحدثه الناس ضدكوا يسود الرسيين بعد النبي نبيك بعد يسود الرسيين صلى الله عليه وسلم إذا أذن مؤذنكم مركو أدموا أي انتهى من أذانه آذان كيس مركو لما يسته أو فاستبدأ القوم قومك وضاه صدو ومساجدك وأركو إن ضد بدن جوجن وضدك إن يسود ضاهين وأركو مؤذنكم قال مؤذنكم حوليه بين الأذان والإقامة آذانك أقمك أنت قل حيسو حوليه قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح كاسو يمتكل سود الرسي كاسو نكفسر أو تثويبك علماء السيدة كلا صلاة الفجر يكفسرين آذان كذي معناها ولا آري سو إسحاق بن راهويه كاسل ولا هو وقال إسحاق وحير في تفسير التثويب غير هذا المعنى يكوير قال إسحاق وحير هو تثويبك شيء قاس أحدثه الناس ذاتكو يسود الرسيين بعد النبي يسود الرسيين صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن مؤذنكم مركو آذان كيسر لما يستو فصدع القوم قومك وضاح صدو قال مؤذنكم حليه بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح عليها كاسوير مثل النبي وسنوغين صلى الله عليه وسلم وقال الله كينيو قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وهذا كان الذي كاسه قال إسحاق بن راهويه أويري هو متكاسي التثويب وتثويبك الذي تثويب كاسو قد كرهه أهل العلم إكاذن كاسو هذا كراهية بعد كاسو كراهية وهو الذي ومتكي أحدثوه ضدك يسود الرسيين بعد النبي نبينا بعد يسود الرسيين صلى الله عليه وسلم والذي كيف فسر ابن المبارك وأحمد عبد الله بن المبارك يا إمام أحمد متك أي كفسرين أن تثويبك أن يقول وإنه مؤذن كيراه أن يقول مؤذن وإنه يراه في أذان الفجر أذان كفجر وإنه كيراه الصلاة خير من النوم تفسير كالنوع عاسى فهو تفسير كاسي قول صحيح كاسا صحة ومتك أي مدو أي أبدينهن كاسو ويقال له وحكلوا اللي يراها التثوب تثويب كاس التثوب نواليرا تثويب نواليرا تثوب نواليرا أيضا وهو تثويب كاسي الذي ومتك اختاره أهل العلم ورأوه صحيحا ومتك أهل العلم وأي أركان مت صحيح والسنة إنه وروي وحكلوا لك الشيء ولا قوري عن عبد الله بن عمر أنه عبد الله بن عمر كان إنه يهاجر يقول مديرا في صلاة الفجر صلاة الفجر كسونا وحو كله هجري الصلاة خير من النوم ومتك السنة دها أذان كفجر كساس وديه هجري وروي وحكلوا لك الشيء عن مجاهد بن جبر المكي ثقة من أئمة المفسرين وحل قوري قال إنه مجاهد دخلت وسوق علي مع عبد الله بن عمر معي حالا لا صعده مسجدنا سوق علني أنا عبد الله بن عمر لا صعده أنا مسجد سوق وحلقي وإن دبالي عبد الله بن عمر في آخر عمره عميا markuu indhoolaha ahayo oo indhabeelayo mujaahida marka gacanta u heejiray oo gacanta qaba jiray marka anoo gacantu ku dhaganaa masaajidan soo galnay wiir dakhaltu waan soo galay ma abdullah ibn umar miciisa xaalanahay masjid ayaan soo galay waqad xaal udina fihi masaajidka dhexdiisa laga adimay oo aadaankiiba uu dhamaaday ونحن أننا نريد أن دونينو أن نصلي في هذا المسجد مساجد كأن كنت كنا ربنا فثوب المؤذن آذان كي يرمادي مؤذن كي تثويب ليم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم محل أوجا صلاة الفجر في خلال الآذان والأوجا آذان كي مركو لما يو أقم كي أنسوينه ويرى الصلاة خير من النوم ولي بحل جاسوحها
صلاة الظهر حلق عبد الله بن عمر المجاهد إسلا سعود المساجد يسوق لين صلاة الظهر كيهيد أما صلاة العصر كسيد أبو داود وسنن كيسكوريني هوسنا وكايش شارح عليه رواه أبو داود في سننه ولفظه قال كنت وحنا مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر يتثويبي أو العصر سمارك حل الظهر أهيد أما حل عصر ساس هذا marka wuxuu yiri wanaxnu anagu nuriidu waxaan doonaynay an nusalli fi masaajidina ku dukano fathawaba almuadinu muadinkii tathwiibiyay fakharaja abdullah ibn umar min almasjid abdullah ibn umar masaajidkii isaga baxay waqala markaas wuxuu yiri abdullah ibn umar ukhruj bina kala nagal soo bax min cindi hada almubtadi' in kan bidciga ah oo tathwiibkii meel loogu tala galin bageeyay nagala bixiyo meesha aan ka baxno wala yusalli fi hada almasjid masaajidkaasna baba ku dukanba meesha wuxuu yiri tathwiibka loogu tala galay mooyee meel kale oo duhurkii iyo casarkii uu geeyo naga bixi yiri masaajidkan hada naga bixi markuu u leeyahay xilligaas indhool u ahaa isaga usha u haya war usha ii qabo way macno isha ii qabo naga bixi masaajidka وإنما إن كلام هاني كريه عبد الله بن عمر وحو كهدي التثويب أيو كهدي الذي تثويب كاسو أحدثه الناس بعد رسول الله سود الرسول والله سبحانه وتعالى